السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. النهاردة أول فيديو للقناة. هو الفيديو بتاع النهاردة بس فيديو تعريفي كده، وفي حبة مواضيع يعني بعيدة عن محتوى القناة لكن مفيدة إن شاء الله. صباح الفل، ونبدأ كده موضوعنا. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يعني مين فينا مش عنده ظروف مضايقاه؟ مين فينا ما بيفكرش؟ مين فينا يعني كل الناس فيها اللي مكفيها. عايزين نتكلم كده بس على الجزئية دي الأول، وبعدين هنتكلم على بقية الحاجات إذا كان في الفيديوهات أو في الفيديو دوت. هنحاول نقول على كل حاجة إن شاء الله في حياتنا. أولا كده يعني إيه، مين فينا اللي فيه مكفيه؟ يعني أكيد كل واحد فيه اللي مكفيه، كل واحد فينا ظروفه عاملة زي ما ربنا راد. طيب ايه الحل؟ طيب هنعمل ايه؟ هنفضل كده نفضل نقول الظروف والحكاية والرواية وانا طب انا مش هشتغل، طب انا مش هعمل، انا مش هتجوز، انا مش هجيب طلباتي؟ لا، احنا هنعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك الدنيا ومقدر لك كل حاجة، وطالب منك حاجات. يعني في موضوع الشغل طالب منك ان انت تسعى وتدور على شغل وتشوف هتعمل ايه وناقصك ايه ووراك ايه. في موضوع اللي احنا بنتكلم فيه بقى النهارده، موضوع ان انت متضايق واللي فيك مكفيك والحكايه دي، ربنا سبحانه وتعالى بيهون على العبد وبيسترها عليه. يعني انت دلوقتي مثلا على سبيل المثال، النهارده مثلا السبت 2/7، يوم الخميس يعني من يومين كان اللي فيك مشوار وبتتكلم فيه وموضوع. الصبح سبح بتاع الجمعة وصبح السبت جه، يعني كل حاجة بتعدي. المهم ان انت تتقي ربنا في نفسك وتتقي ربنا في اللي معاك وفي شغلك وفي حياتك. تتقي ربنا والدنيا هتعدي، وتقول يا رب، واصبر وتحمل. تماسك على قد ما تقدر، تماسك علشان خاطر هو مفيش حل تاني غير ان انت تحاول تتماسك وتتقاوم تقاوم الواقع، تقاوم الامر اللي انت فيه. هتقاومه ازاي بقى؟ ان انت مثلا ما تسيبش الدنيا كده وخلاص، لا، انت تحاول تفكر مرة واثنين وثلاثة واربعة وتشوف ايه الحل المناسب، بحيث ان انت ولا تظلم نفسك ولا تظلم حد ولا تعمل حاجة غلط، ولا تشوف يعني ما تكبرش المشكلة. طيب انت دلوقتي مش لاقي حل، تعمل ايه؟ قول يا رب، قول يا رب وهو ربنا هيفكها. ليه بقى؟ علشان كام مشكلة عدت عليك وكام حوار عديت انت فيه، وكله عدى بفضل الله، كله اتستر. طيب مين اللي عدى الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب يبقى انت كده تتوكل على الله وتفكر، وربنا سبحانه وتعالى هيحلها من عنده. بس المهم ان انت طالما بتسمع الفيديو بتسمع الكلام ده، يبقى انت ولا ظلمت ولا عملت حاجة غلط علشان خاطر مثلا تبقى مقلق منها. واكيد انت بتفكر ازاي تشوف حل للي انت فيه. وطبعا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الموضوع ما يكونش كبير، ما يكونش فيه ظلم ولا حرام ولا الكلام ده كله، انما الموضوع بس يعني ايه، ان انت تتماسك، ما تنهارش من اول حوار ولا اول كلام، ورتب افكارك وحاول ما تنساش، عشان كل كلمة انت بتقولها في موضوع ما الكلمة دي محسوبة عليك. كل كلمة انت بتقولها محسوبة عليك، وكل حاجة بتعملها انت خلاص اتحسبت ان انت عملت الشيء ده. يبقى انت تخلي بالك من افعالك وتخلي بالك من كلامك
خلي بالك من كل حاجة انت يعني ايه ناوي تعملها او بتعملها. الحاجة التانية اللي هي الشغل. طيب انت دلوقتي مثلا بتدور على شغل او عايز شغل، او ايه المشكلة اللي انت بتصددها المرة دي؟ المشكلة اللي انت بصددها اللي هي مثلا انت مش لاقي شغل. طيب دور على شغل، مش شرط بشهادتك. يعني انا اقول لك مثلا على حاجة، انت مثلا لو انت مش شغال، لو انت مثلا مش شغال مفيش جنيه بيخش، يعني ما بتدخلش فلوس. طيب انت لو اشتغلت شغلانة تانية غير شهادتك وجبت جنيه، ايا كان الجنيه ده، يعني مش قصدي جنيه اللي هو اللي هو جنيه واحد، لا، يعني انا قصدي ايا كان الرقم اللي انت هتشتغل بيه، احسن من ما تجيبش خالص. لانك انت ممكن على الاقل خالص الجنيه اللي انت هتجيبه ده يعني هيكفيك حاجة انت مثلا كنت بتستلف ليها، يعني انت فاهمني، اكلك بقى، شربك، حاجتك، طلباتك، ايا كان هو هيكفيك في ايه، بس هيكفيك، فاهمني. انما حتة ان انا مثلا مش لاقي شغل وهفضل قاعد مثلا لحد ما تيجي الشهادة، او الشغلانة دي وحشة، اشتغل واصبر، اشتغل وتحمل. ناس كتير شغالة في اشغالها، طبعا كل البوستات بنشوفها بتتكلم الشغل مش عارف ايه، والشغل كل الناس مستحملة وكل الناس شايلة الموضوع دوت، يعني ثوابت عندها. فأنا من رأيي إن مثلا كل واحد مثلا بيدور على شغل، أي شغلانة تقابله، أنا عارف إن بتبقى صعبة بس أي حاجة تقابله. حد قال لك تعالى معايا الشغل دوت الفترة ديت، ماشي. حد قال لك مثلا هنروح مثلا نقضي مصلحة، ماشي. المهم ان انت ايه، تتكل على الله وتنوي، ماشي. المهم احنا بنقول ان مثلا يا جماعة الواحد يسعى ويفكر ويتقي ربنا والدنيا تظبط معاه. طيب انت دلوقتي ربنا كرمك وشغال ومش عارف تعمل اي حاجة، طيب اللي جاي على قد اللي رايح. هو فعلا اللي جاي على قد اللي رايح، بس في حاجات كده ممكن تتعمل، لان فعلا في ناس بتعملها. في ناس بتعمل الموضوع دوت، ايه هو؟ بيوفر من مكان عشان يحط في مكان تاني. في حاجات يومية انت شايف ان انت بتعملها ملهاش لازمة تتعمل. في حاجات بتيجي، طلبات بتيجي ممكن تستغنى عنها. المهم ان انت تحاول تعمل حاجة ان انت توفر جنيه يا سيدي. حتى لو انت مش هتوفر الجنيه ده وتحوشه وتبقى معاك فلوس كتير، على الاقل خالص هتوفر جنيه ان انت ما تحتاجش لحد، ما تحتاجش تستلف، ما تحتاجش ان انت تبقى مزنوق ومعكش فلوس. الموضوع زي ما بقول لكم كده، الناس بصاله من الاتجاه دوت. فموضوع ان انت تعمل حاجه، فيعني وارد ليه؟ لان في ناس بتعمل، في ناس بتجيب وبتودي. طيب جميل. طيب في ايه تاني؟ هنتكلم عن تطور الشخص نفسه. انت بتعرف تقرا وتكتب؟ بتعرف معاك شهادة متعلم؟ طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن ندور على اي حاجة في النت تجيب لنا مثلا فلوس. طبعا سيبكوا بقى من موضوع المنصات والكلام ده وحط جنيه يجيلك 10 وكده، لا. احنا ممكن ندور ان احنا نتعلم نعمل قناة، ممكن نتعلم ان احنا نشتغل برمجة، ممكن نتعلم ان احنا نشتغل مونتاج. المهم ان احنا نتعلم حاجة تجيب لنا فلوس. طور من نفسك، شوف انت مثلا بتعرف كورسات ايه،
تعلم انجليزي، تعلم لغات. الوقت اللي انت فاضي فيه ادرس فيه. وعلى فكرة يا جماعة برضو الوقت اللي انت فاضي فيه اذكر الله فيه، استغفر الله ولا اله الا الله والحمد لله والله اكبر. الوقت ده لازم تدور على حالك، ولازم تعمل اللي عليك. على الاقل خالص، على الاقل قدام نفسك تقول انا عملت اللي عليا. بس مش عملت اللي عليا ان انت رحت دورت على شغل ولقيت شغلانه مش عاجباك فقلت مش مشكله. مش تعمل اللي عليك ان انت مثلا ما فكرتش تخش تدور على حاجه تتعلمها على النت، تقعد تتفرج على فيديوهات وحاجات وتقول انا ما لقيتش. لا، اسعى كده وربنا يسهل. طيب هنتكلم عن ايه تاني؟ هنتكلم عن المعاملات. حاول على قد ما تقدر ما تكرهش حد. يعني في ناس بتعمل مواقف صعبة، وفي ناس بتعمل مواقف بصراحة ما تتعاشرش. بس انت حاول ما تكرهش، لان يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيبص في القلوب بيبص في القلب الطاهر النقي. انا عارف ان انت هتزعل، يعني ازعل من الموقف ده وازعل من الناس، لان الزعل دوت شعور عادي، انما ما تكرهش. يعني افرض انت كده زعلان من شخص وفجأة لقيته جالك بيتك، هتعمل ايه؟ لازم توجب معاه. من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأنت لازم تكرم ضيفك مثلا. لازم تتقي ربنا في نفسك الأول، وتتقي ربنا في حياتك، وتشوف ايه اللي المفروض يتعمل وتعمله. أي حد يتعامل معاك حاول ما تكرهش حد. حاول ما تبقاش شخص مثلا حقود. هتحقد ليه؟ مفيش. الحقد والغل بيولد الكره وبيسرع الطريق لجهنم. أعوذ بالله من النار ومن عذابها. إنما أنا بس بدور على راحتك النفسية. راحتك النفسية إن أنت تقعد مع نفسك كده، تفكر في حالك وتفكر في ربنا، وربنا يسهل الأمر والدنيا هتبقى تمام. أنت بس اعمل اللي عليك، والله المستعان على ما تصفون. هنتكلم دلوقتي برضو عن جزئية تانية جدا، وهي انك انت تدي كل واحد حقه ازاي. يعني انت في شغلك لازم تعمل اللي عليك. مفيش حاجة اسمها على قد فلوسهم، مفيش حاجة اسمها ما بدونيش، مفيش حاجة اسمها القبض اتأخر. لا، اعمل اللي عليك. طيب هيجي في الاخر يقول لك مثلا ايه، الشغل ده وحش، ما قدرونيش، ما عملوش. الكلام ده مش مشكلة. ليه بقى مش مشكلة؟ لانك انت راح تشتغل، والفترة اللي احنا فيها دلوقتي ديت الشغل مش مضمون. بس في الاول وفي الاخر انت رايح تشتغل، مش رايح عشان خاطر تجرب ولا تقعد. فالموضوع اكبر من ان انت اساسا تقف ما تشتغلش، تعطل الدنيا. مش مستاهلة. انت وافقت على الشغل اللي انت رايحه، فلازم تكمل للاخر. وافقت ان انت تروح الشغل ده وتشتغل مع الناس دي، ايا كان هم اسلوبهم ايه، صعبين سهلين كويسين وحشين، استحمل لحد ما تلاقي شغل تاني. ما تقفش في نقطة معينة. يمكن الشغل اللي انت هتروحه دوت فيه خبرة هتاخدها ولا حاجة. الخبرة ديت يعني مش حاجة قليلة ان انت تاخد خبرة في وقت او في مكان. لا، دي حاجة كويسة. النهاردة بتشتغل بجنيه، بكرة تشتغل باتنين. تفهمني؟ علشان خاطر مثلا عندك خبرة، عندك معلومة. ناس كتيرة قوي بيتخرجوا وبيشتغلوا بفلوس قليلة، بيشتغلوا في شركات كبيرة كمان وبيتعبوا علشان ياخدوا خبرة في موضوع معين. الخبرة ديت بتخلي حالتهم التعليمية أو العملية بتخليهم كويسة، يعني ما بتخليهمش
زي ما هم، لا بالعكس، كل ما سنين الخبرة بتزيد كل ما ربنا بيسهل الأمور. أنت لو عملت اللي عليك واتقيت ربنا قبل أي حاجة الأمور بتتسهل. السلام عليكم. الأمور بتتسهل، فاهمني؟ إنما حتة إن أنت تقول مثلا لأ أنا مش هشتغل هنا، أنا هعمل كذا وهعمل كذا ومش هينفعني الكلام ده وكده، مش هيجيب همه، مش هتظبط معاك. السلام عليكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة، نكمل اللي احنا بدأناه امبارح، وهنتكلم النهاردة على ظروف الإنسان الشخصية. الظروف الشخصية اللي هو عامل إيه، تطمن على نفسك وتطمن على أحوالك. في مين فينا مش زهقان؟ مين فينا مش طايق نفسه ولا طايق بيته ولا طايق شغله ولا الكلام ده كله؟ كل واحد فينا في اللي مكفيه. طب ايه النتيجة؟ النتيجة ان انت هتسيب نفسك كده، هتسيب حياتك كده، هينفع؟ طيب لو انت سبت حاجتك كده، يعني سبت حالك كده، ايه اللي هيتم؟ اللي هيتم انك انت هتكره كل شيء، لدرجة ان انت هتكره نفسك، هتكره بيتك، هتكره دنيتك، مش هتبقى طايقها. طيب ايه العمل؟ العمل بسيط قوي. اولا تتوكل على الله، ثانيا انك انت تشوف وقت مناسب ليك. يعني انت خلاص هتسيب شغلك وهتسيب دنيتك، لا ما تعملش كده. انت ممكن تاخد يوم اجازة، يومين اجازة. مش قادر تاخد اجازة لظروف شغلك، يبقى انت ممكن تقعد مثلا تشوف يوم اجازتك وتقوم تخرج بقى، بس لوحدك. قوم اخرج الصبح بعد صلاة الفجر كده، تمشى. ابتدي اول حاجة تعملها ان انت تذكر ربنا وتصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد كده تبتدي تفكر بقى. فكر في الإيجابيات الأول، مفكرش في السلبيات. يعني إيه الإيجابيات؟ يعني أنت في إيديك إيه تعمله؟ أنت في إيديك إيه تقدر تقدمه لنفسك إن أنت تستحمل اللي أنت فيه أو تعدل اللي أنت فيه. طب مش هينفع يتعدل، يبقى ينفع تستحمل، لأن دي حياة، لأن دي حياة. فأنت لازم تستحمل الظروف ديت. مش هتقدر تقاوم الظروف الخارجية. يعني انت مثلا قعدت من شغلك، ايه اللي هينتج عن كده؟ اللي هينتج عن كده ان انت هتبقى محتاج اكتر، وساعتها هتلاقي ان انت في وقت اصعب من الوقت اللي انت كنت فيه. هترجع وتقول يا ريتني كنت استحملت، او يا ريتني ما عملت كذا، او يا ريتني شفت حل تاني. انما ما تزهقش وتكره نفسك وتكره شغلك، وده كله يجي في الاخر على بيتك وعلى اولادك وعلى عيالك، او حتى لو مش متجوز هيجي على نفسيتك. ما تحسبش ان انت لو سبت الشغل هتبقى تمام. ما تحسبش ان انت لو مشيت على دماغك في وقت الزهق. لا ما تمشيش، ما تسمعش كلام دماغك خالص، لان كل واحد وهو متضايق وهو متعصب وهو زعلان بيقول وبيفكر في حاجات ما ينفعش تتعمل اصلا. كل الحاجات وكل الافكار اللي بتيجي في وقت الزعل او وقت الزهق، الافكار دي كلها سلبية، كلها بتأذي، كلها بتدمر. يبقى بلاش ان الواحد يفكر في وقت هو زعلان فيه او متضايق فيه. انا زي ما قلت لك، نكمل كلامنا زي ما قلت لك. خد من وقتك كده حاجات بسيطة. بعد الفجر الصبح قوم، معلش، وبقى ارجع انام تاني. قوم بعد الفجر كده اتمشى
واذكر الله وصلي على سيدنا محمد، وابتدي فكر بقى هتعمل ايه. مالك؟ هدي نفسك، شوف نفسك محتاجة ايه واعمله لها. اشرب شوية حاجة كده، شوية عصاير، افطر فطار حلو، فاهمني؟ لم دنيتك كده، شوف نفسك محتاجة ايه واعمله لها، وبقى ارجع نام يا عم تاني. انما فكرش في السلبيات خالص طول ما انت ماشي. فكر في الايجابيات، فكر في النتائج اللي انت ممكن تعملها لو استحملت. هتلاقي ان انت دلوقتي هتتستر في حاجة تانية. معلش، الانسان موجود في الدنيا بيشقى، وما تقولش اشمعنى انا. اللي بيشقاش دوت اصلا تعبان برضه، في حاجات تانية تعبان. مفيش يعني الموضوع كله مش فلوس بس، لا. الفلوس لو موجودة معاك ممكن تلاقي حاجة كده طالعة لك من تحت الأرض خانقاك، ما تعرفش هي ايه. يعني احنا مش هنقول أولاد ولا نقول شغل ولا نقول، بس كل واحد بيبقى فيه اللي مكفيه، كل واحد فيه حاجة موتراه. الفرق بينك وبين اللي معاه فلوس إن هو بيروح وبيعمل أجازاته وبيتفسح، بياكل كويس، مش شايل هم الفلوس، بس شايل هم حاجة تاني ما تقدرش تعرف هي ايه. ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الناس علشان يختبرهم، وعشان يعرف صبرهم ويشوف دنيتهم ماشية ازاي، ويشوف مين اللي هيستحمل ومين اللي هيتوكل على الله ومين اللي هيقول لا. فاستحمل دنيتك واستحمل اللي انت فيه واستحمل كل حاجة. لازم تشوف دنيتك ايه وشوف ظروفك ايه. ما تخليش الدنيا وانك انت تبص على حد تاني يتعبك. ما تبصش على حد، احمد ربنا، لان انت لو كنت تقدر تجيب اكتر من اللي معاك هتجيب. لو انت كنت تقدر تعمل اكتر من اللي بتعمله كنت هتعمل. فانت تأكد تماما ان هو ده اللي ربنا كاتبه لك. ظروفك اللي انت فيها ربنا كاتبها لك، فلوسك اللي معاك دي ربنا كاتبها لك. الحوار كله في حتة الرضا، ان انت ترضى، لانك انت مضطر ترضى. الا بقى لو انت ليك رأي تاني. ايه هو الرأي التاني بقى؟ انك تسرق، انك تعمل حاجة وحشة، انك فاهمني. انما الحوار كله فين؟ في جزئية ان انت ترضى باللي انت فيه. اعرف ان ربنا كاتب لك كده. وبعدين في يعني مقولة انا سمعتها، المقولة ديت جميلة: انفاس معدودة في اماكن محدودة. المكان اللي انت مكتوب لك تروح له هتروح له، المكان اللي انت مكتوب لك تاخد منه رزقك هتاخد منه رزقك، المكان اللي مكتوب لك تشتغل فيه هتشتغل فيه. ما فيش حاجة هتتعمل إلا بأمر الله. مفيش حاجة هتتعمل إلا بأمر الله، وكل إيه شيء مكتوب. فاهمني؟ الموضوع بس هي جزئية إن أنت تحاول تظبط دنيتك. حاول. طيب هقول لك، فكرت ترجع لربنا؟ طيب أنت بتصلي، بتقول أذكارك. كل الأفكار السيئة اللي بتيجي للبني آدم بتجيله من الشيطان، بتجيله من الوسواس. فأنت لما تصلي وتذكر ربنا وتستخيره في كل شيء، الشيطان أصلا هيبعد عنك والدنيا هتبقى تمام. جزئية بقى إن أنت مش راضي أو أنت مثلا ظروفك النفسية معقدة، فديت أنت نفسك مش عايز تساعد نفسك. لا، لازم تساعد نفسك. مفيش حد بيساعد حد. هو احنا مثلا كلامي ليك ده عبارة عن مثلا تقوية للنفس، بشجعك ان انت تعمل حاجة تقدر تساعدك على اللي انت فيه، حاجة تبقى مثلا معاك تزقك دفعة للأمام. اعمل، استحمل اللي انت فيه. في ناس كتير من رجال الأعمال اللي سمعنا عنهم وسمعنا عنهم في التلفزيون وغيره وغيره،
بدأوا من الصفر، اللي بدأ بمشروع صغير وبعدين بقى مشروع كبير، واللي بدأ بورشة صغيرة وبعدين بقى مصنع كبير. الناس دي كلها بدأت ازاي؟ اجتهدت وحاولت، موقفتش نفسها. خسرت يعني، زي المقاولات مثلا اللي احنا فيها دي. شغل المقاولات، المقاول بيبقى مثلا لسه بادئ ويروح ياخد المقاولة، وبعد كده أول حاجة بتحصل له ساعات، مش كل الأوقات يعني، بيخسر وبيفضل يستلف وبيفضل يعمل ويقاوم لغاية ما بيعوض، وبعدين بيتعلم من خطأه اللي حصل المرة اللي فاتت. فلما بيتعلم من خطأه بيجي يقول خلاص أنا مش هعمل كده تاني، ويصلح أخطائه ويتكل على الله، وينوي إن هو دوت الطريق بتاعه أو الحل بتاعه اللي هيعمله. فخلاص معلش بقى، الواحد ماشي في الشمس زي ما انتم شايفين من اول فيديو وانا ماشي، ف سامحوني يعني على الحر اللي احنا فيه فكل واحد لازم يشوف اللي وراه ايه ويعمله. ما تكسلش، حتى لو مثلا شوف شغلك بس، شوف اللي وراك بس، وبعد كده كسل براحتك. شغلك اعمله. عاملين زي مثلا زي حالتنا في البيوت مثلا، عايزين نصلح اللمبة، نقعد حاضر هنصلح اللمبة في الوقت نفسه. ان انت بتنزل وبتطلع وبتروح، ولو حد ندهلك بتنزل له، ولو عملت بتسوي، وبرضه اللمبة ما بتتصلحش. اللمبة ما بتتصلحش ليه؟ كسل. الكسل ده هو اللي بيجيبنا ورا. هو ده الفرق اللي بين الراجل النشيط اللي بيعمل مصنع وبيعمل شركة، وفرق ما بين الواحد اللي هو مفيش خالص. الموضوع نفسه مش صعب، احنا اللي مصعبينه على نفسنا. احنا اللي بنقول مثلا ده تقيل وده كتير، ده وحش وده حلو، عاجبنا ومش عاجبنا. انا كنت شغال مع اجانب، جم في مره كانوا بيركبوا شباك مستورد من الخارج، يعني شباك معين بظروف معينه، شباك يعني سيفتي. الراجل نفسه مرضيش ياخد مفك مش بتاع ما يمشيش لا يحاول. لا، الراجل فعلا ان كل حاجه ولها مفكها، كل حاجه ولها مفتاح. مش زي عندنا هات اي حاجه بسن واعملها، انت فاهم؟ فلا، انا مش بقول لك نعمل زيهم، بس على الاقل خالص احنا عندنا اللي اهم من عندهم. عندنا الايمان بالله، وعندنا اليقين، وعندنا ان احنا نقدر نعمل حاجه بس بهدوء، نقدر نعمل الحاجه بس بالراحه. معلش، الوقت اللي انت مزنوق فيه او متضايق فيه او مخنوق فيه عدى عليك قبل كده، والحمد لله مريت بيه. طيب هيعدي تاني وتالت، احنا في دنيا اختبارات اصلا. فالموضوع اللي انا يعني بتكلم فيه النهارده هو انك انت تحاول مع نفسك، اجتهد في شغلك، ما تأثرش، ما تقولش على قد فلوسهم، ما تبصش لشيء ان هو ده اخرك. يعني انت شوف فعلا اللي هو اخرك ايه واعمله، بس ده اخرك اللي هو الطبيعي، مش اخرك اللي هو على قدهم ومش عامل لهم ما يستاهلوش. انا كده تقريبا قربنا نوصل، فممكن نوقف البث ونكمل ايه بكره. كمالة الفيديو دوت زي ما احنا قلنا، الفيديو دوت اول فيديو في القناة. هو بعيد خلاص عن موضوع محتوى القناة. محتوى القناة هيبقى قصص واقعية، بس انا ما رضيتش اقول ان دي تعريف للقصص اللي هتتعمل على القناة،
علشان ما نربطهاش ببعض. هي القصص اللي احنا هنقدمها هتبقى قصص واقعية، يعني علاقتك بأهلك، علاقتك بالمجتمع، علاقتك بنفسك. أيوة طبعا هيبقى في قصص هنحكيها عن الموضوع ده. قصص جميلة يعني ما تقلقوش، وقصص فيها عبر وفيها حاجات حصلت مع ناس قبلينا. وإن شاء الله كل يوم هنتكلم عن قصة وهننزلها بنفس الأسلوب اللي أنا بنزل بيه دوت. يعني هنتكلم كل يوم عن القصة اللي احنا ناويين نتكلم فيها هنا في الطريق هنا وأنا رايح الشغل. شوف أنا بحاول أستثمر الوقت اللي أنا بمشي فيه، ماشي حوالي 3 كيلو، فبستثمره علشان خاطر إيه، أعرف أظبط دنيتي لأن المشوار متعب. فلما باجي أتكلم مع حضراتكم الدنيا بتظبط يعني بتمشي إن شاء الله. يعني احنا القصص بتاعتنا هتبقى بالشكل دوت، وإن شاء الله تفيدكم وتظبط الدنيا. وهنتكلم عن كل حاجة في حياتنا، كل حاجة في دنيتنا ديت، وإن شاء الله خير. وادعوا لي إن ربنا يوفقني إن أنا أقدر أعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل يا جماعة، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزين نتكلم النهاردة عن كام جزئية كده برضه تخص حياتنا كلها بقى، مش حياتنا اليومية بس، حياتنا كلها. الأشخاص اللي في حياتك، الأشخاص اللي أنت ممكن يعني بتعتمد عليهم، بتعيش معاهم كل حياتك معاهم. طبعا أول حد هنتكلم عليه هو أمك. الأم يا جماعة ما تتعوضش. الأم يا جماعة ما فيش أي حاجة في الدنيا تغطي كلمة أم. ما فيش أي فلوس في الدنيا تكفيك حضن أمك أو طيبتها وحنانها عليك أو خوفها عليك. يا جماعة إن أنت تتكلم عن أمك أو تقعد مع أمك لحظة واحدة تفرحها فيها، دي بالدنيا عندها. الناس اللي بتعوق أهلها، الناس اللي بتضايق أمها، والناس اللي يعني ما بتعتبرش إن أمها دي حد مهم. الناس ديت يا جدعان صدقوني هيتعبوا في الدنيا قبل ما يتعبوا في الآخرة. هيتعبوا. كفاية إن أنت لا هتلاقي دعوة حلوة ولا هتلاقي كلمة طيبة ولا هتلاقي حضن طيب. أنت على طول في زعل، على طول في مشاكل، على طول في دوشة، على طول في حوارات، على طول في كلام، على طول. فيا جماعة ما ينفعش. الأم يا جدعان ما فيهاش فصال. الأم يا جدعان ما فيهاش كلام. الأم خط أحمر. الأم تعمل اللي هي عايزاه، تقول اللي هي عايزاه، تموتك، تضربك، تعمل اللي هي عايزاه. الأم يا جدعان. فأنا مش لاقي حاجة أقولها عن الأم أكتر من كل واحد عنده أم يخلي باله منها. وكل واحد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليها، وصى على الأب، والقرآن وصى. يا جماعة الأم ده إحساس، الأم ده حاجة يعني ما تتوصفش. الأم دي يعني أغلى حاجة في الدنيا. الأم دي أحن حاجة في الدنيا. الأم دي اللي بتقف معاك وقت ما أنت محدش واقف معاك. الأم دي اللي بتسندك حتى لو هي مش مقتنعة بيك. الأم دي هي اللي بتأكلك وبتشربك لو أنت معكش فلوس. الأم دي اللي بتشقى عليك علشان خاطر أنت تبقى حاجة كبيرة، حاجة كويسة. الأم دي هي كل حاجة في الدنيا. الأم يا جماعة بعد إذنكم كل واحد عنده أم يتصل بيها ويطمن عليها، يصبح عليها، يمسي عليها، يبوس إيديها ويبوس دماغها ويبوس رجليها. الأم دي الحاجة الوحيدة اللي في الدنيا ربنا جعلها رحمة، جعلها من رحمته. فلازم يا جدعان نخلي بالنا منها. لازم نقول ونقول ونقول الأم. أمي أمي أمي، مفيش بعد أمي حد تاني. بعد كده الدنيا يلا السلام. المهم أمي.
يا جماعة كل واحد مزعل أمه يروح يصالحها، حتى لو هي اللي غلطانة، حتى لو هي عصبية، حتى لو هي ملهاش حق، يروح يصالحها، يروح يتكلم معاها ويقول لها يا أمي حقك عليا، يقول لها يا أمي أنت أغلى حاجة عندي، معلش يا أمي، ويفضل يصالح فيها لحد لما ترضى عنه. وأي واحد بيراضي أمه يا رب يبارك له يا رب، وربنا هيبارك له لأن هي بتدعي له، ودعوة الأم مستجابة يا جماعة. الأم ثم الأم. الشخص طبعا التاني اللي هنتكلم عليه هو الأب. الأب يا جماعة، الأب ده يعني حاجة كده، مش عارف أقول إيه يعني. عايز أقول إن هو الجندي المجهول. الأب ده كل راجل بيسمعني، كل واحد بيشوف الفيديو، كل واحد حاسس باللي أنا بقوله، كلام طالع من القلب والله مش مترتب. الأب ده الجندي المجهول. الأب ده اللي اديله. ابنك عايز يعمل كذا ماشي خليه يعمل، ابنك عايز يروح خليه يروح، ابنك عايز يجيب. الأب نفسه يعني بيسعى إن أنت تبقى أفضل منه، حتى لو كان هو الأب الوحيد اللي بيخليك أنت أو نفسه إن أنت تبقى أحسن منه. مش فارق معاه مين مع مين، هو بيبقى أفضل واحد في حياته هو نفسه، أفضل واحد في الشغل، وبيجري وبيسعى وبيجتهد وبيعمل، ويجي عندك أنت بالذات ويتنازل ويقول مثلا خليه يروح، خليه يعمل، خليه يسوي، خليه يتعلم، اديله فلوس، ما بيبخلش، ما بيعملش. فالموضوع كبير، موضوع الأب برضو كبير جدا. يعني احنا لو اتكلمنا على موضوع الأب، وعلى فكرة يا جماعة الأم والأب وكل اللي احنا بنتكلم عليهم هعمل لهم كل واحد فيديو لوحده. فالناس ديت يا جدعان، الناس ديت مهمة جدا في حياتنا. الأب يا جماعة كل واحد عنده أب يقعد يتكلم معاه ويصاحبه. على فكرة أبوك خايف عليك، أبوك ما بيزعقش معاك عشان خاطر هو بيكرهك ولا عايز يبقى أحسن منك، لأ. أبوك أساسا الوحيد اللي بيحبك، أبوك الوحيد اللي بيتكلم معاك بنية صادقة، عايزك تبقى أحسن منه هو، وأحسن من الدنيا كلها، وأرجل واحد. والبنت أبوكي الحاجة الوحيدة اللي تعمله له حساب، أبوكي الحاجة الوحيدة اللي تقدري تعتمد عليها. أبوكي بيخاف عليكي أكتر من نفسه. أبوكي بينام الليل وطول النهار دماغه فيك، وراحت فين، عملت ايه، سوت ايه، طمن عليه. ما بيحرمكش من حاجة، ما بيحرمكوش من حاجة. البنت بالذات ما بيفكرش يحرمها من أي شيء، ممكن يجي على الولد شوية، إنما عند البنت بيقف، يعملوا لها اللي هي عايزاه، محدش يزعلها، محدش يضايقها، محدش يكلمها، وتبقى حبيبة أبوها بجد. فالبنت تخلي بالها من أبوها وتصونه، تصون شرفه وتصون عرضه، وتقول إن هي لأ ليها أب، أبوها ده أحسن واحد في الدنيا ولازم يبقى رافع راسه. وكل بنت بتعمل حاجة مثلا ممكن تضايق أبوها تبطلها، واللي ما بتعملش تخليها ملتزمة جميلة وكويسة وتحافظ على أبوها وتحافظ على كل حاجة. إنما اللي بيحصل في الشقة والتعب بتاع الأب، والبنت تعمل متسمعش الكلام، والولد شقي بتاع مشاكل، الكلام ده كله يا جماعة مبيجيبش هم. كل واحد بيأذي أو يضر أبوه أو يضر أمه من غير ما يقصد أو بيقصد، هيتحاسب على الكلام ده عند ربنا. المهم إن أنت ما تزعلش أبوك وأمك، المهم إن أنت تبقى عارف إن هم أهم حاجة عندك. طبعا الطرف التالت الإخوات، إخواتك، إخواتك الرجالة حافظ عليهم، حافظ على إخواتك الرجالة، ما تزعلش منهم وما تزعلهمش، واقبل النصيحة. ولو أخوك الكبير قال قول له ماشي،
واعمل حسابك على كده، واعمل حساب ان هو الكبير، واعمل حساب اخوك الصغير ان هو لازم يحترمك. فيا جماعة الاخوات دي ما تتعوضش، اي حد في الدنيا يتعوض الا الاخوات. كل حاجة في الدنيا بتتعوض الا الاخ. ان انت تبقى مع اخوك او مع اختك كويس، فهو ده الحاجة الوحيدة اللي هتبقى لك. الحاجة الوحيدة اللي هتبقى لك في الدنيا دي كلها اخوك واختك وابوك وامك. غير كده محدش هيقف جنبك ومحدش هيساعدك. الاخ بالذات والاخت، الاخت حنينة جدا على اخوها يا جماعة، سألوا المجرب. يا جماعة محدش يقلل من قدر الاخ او الاخت. اما بقى الصحاب، فطبعا الصحاب دي بقى انا سايبها لكم انتوا، يعني مش هتكلم فيها كتير. بس هو الجزئية كلها ان انت زي ما بيقولوا نقي صاحب جدع. نقي صاحب جدع، يعني ما اختار صاحبك. اختار صاحبك عشان انت بكره يبقى عندك اولاد، فصاحبك دوت هيبقى عنده اولاد شكله. اللي انت شايفه من صاحبك ده ابعد عنه بسرعة لو وحش. لو انت شايف ان هو مؤذي او بيضر ابعد عنه. ما تقعدش معاه عشان بكرة اولادك هيصاحبوا اولاده. الزمن بيتغير، الزمن بيجري، فالنهاردة في حاجة وحشة بكرة تبقى اوحش. فيعني يا جماعة رجاء خاص بالله عليكم، كل واحد ينقي صاحبه. الصحاب فعلا بقت صعبة جدا، وبقت يعني من النادر انك تلاقي واحد يعيش معاك حياتك كلها يبقى صديق. ان انت تبقى مختار صاحب يعيش معاك، دي حاجة في حد ذاتها يعني بص آه، حاجة يعني جميلة، بس آه، صعبة في نفس الوقت. فرجاء شخصي، رجاء شخصي، كل واحد ينقي صاحبه، والله المستعان. أخباركم يا جماعة؟ إن شاء الله بإذن الله نكمل كلامنا على الفيديو بتاع التعريف للقناة. الفيديو دوت زي ما احنا قلنا، احنا بنظبط دنيتنا، بنتعرف على بعض، بنعرف القناة عاملة ايه، بنعرف الدنيا تمام. بنتكلم على كل الحياة الشخصية بتاعتنا، بتاعتك أنا وأنت وكل الناس. هنتكلم عن الشباب، ونتكلم عن الناس الكبار، نتكلم عن البنات، ونتكلم عن الرجالة، هنتكلم عن الزوجة، وهنتكلم عن بيت العيلة، هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل. الحلقات اللي بتاعت الفيديوهات بتاعتنا اللي هي القناة بتتكلم عن كل حاجة تخص الشخص من أول ما يتولد لغاية لما يموت. وكله هنتكلم في المعقول، في بما يرضي الله، اللي بيحصل ايه وحش واللي بيحصل ايه حلو، واللي بيتعمل ايه واللي بيتعملش ايه. وعايزين نظبط دنيتنا. هنسأل بعض وهنسلم على بعض، ونشوف اللي محتاج حاجة نقولها له، واللي عايز سؤال نجاوبه. الموضوع يعني متوقف على المعلومات العامة والشخصية يعني. هنتكلم بقى عن الزوجة وبيت العيلة، هنتكلم عن الزوجة الكويسة والجوزة والزوجة النكدية، وهنتكلم عن كل حاجة في حياتنا. والفيديوهات هتبقى متاحة للتعليق، واللي عنده قصة أو اللي عنده موضوع. لأن احنا المواضيع هتبقى عبارة عن حالة يعني، وعليها قصة يعني، اللي هو أسلوب معين. يعني مثلا عن الأم وعليها قصة، عن الأب وعليه قصة، عن الأخ وعليها قصة، وفي حاجات كتيرة قوي احنا هنتكلم فيها يعني. الفيديوهات بتاعتنا هتبقى عبارة زي كده يعني، حاجة عامة مش حاجة خصوصية. هتبقى عبارة عن وانا ماشي كده بتكلم معاكم، بندردش. عايزين تتكلموا معايا في لايف، او نفتح لايف او كده، مفيش مشاكل. عايزين تسألوني على حاجة
عايزين تبعتوا لنا الواتس، ابعت لكم الواتس اللي عنده موضوع عايز يتكلم فيه نناقشه مع بعض، نظبط دنيتنا يعني. ال- الحكاية كلها زي ما احنا اتكلمنا، ان هي الفيديوهات بتاعتنا خاصة شوية عن اي فيديوهات او اي قناة عملت، لان احنا هنتكلم عن الاشخاص، مش هنقعد نتكلم اللي هو كلام رسمي، مش هيبقى كلام رسمي اللي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا النهاردة هنتكلم، لا، هيبقى عاملين يا جماعة بنتكلم النهاردة عن الأم وفضل الأم ونعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا إن هو رزقنا بحاجة اسمها الأم. الموضوع يعني أكبر مما تتخيلوا، يعني حاجة كويسة، حاجة جميلة. آه، أنا عامل فيديو تعريفي صغير كده، دقيقة كده ولا دقيقتين، ده للناس اللي هي مش مشتركة في القناة، ويتفرجوا عليه ويعرفوا محتوى الفيديوهات ايه. والناس اللي هي هتبقى مشتركة معانا ان شاء الله هيبقى ليهم برضو فيديو كويس ويعرفنا على بعض اكتر، ويخلينا نسأل على بعض، نسلم على بعض. آه، معلش الحر بس عامل عمايله، انتوا عارفين ان انا بمشي مسافة عشان اروح الشغل او اروح، فبمشي اتكلم معاكم كده دردش. المواضيع دي مش موضوع قناة بس، الموضوع موضوع ان احنا محتاجين نتكلم، محتاجين نفك، يعني الواحد بهين عليه ان هو يعيط، هيعيط والله من اللي بيحصل. فلا يعني الموضوع مهم، يعني الموضوع مهم، مش قليل. الموضوع يهمنا كلنا ويهم الناس، بالذات الناس اللي شبهنا، اللي هو عنده أم بيحبها، عنده أب راجل محترم كده، وإخوات صحاب، اللي هو أولاد البلد زي ما بيقولوا. احنا بنتكلم على الناس كلها، مش قصدي ناس معينة بس. هو كل ما في الأمر إن في حبة مشاكل كده في الجزئية بتاعت الشعبيات أو في أولاد البلد، أولاد البلد زي ما بيقولوا. الجزئية ديت بس احنا بنتكلم فيها لأنها كتيرة، يعني كتيرة، فلا محتاجين إن احنا نتكلم. قليل اللي يتكلم فيها. هنتكلم مثلا عن موضوع الزوجة وبيت العيلة والمشاكل اللي بتقابلهم، وازاي نتصرف مع بعض، وازاي يعني هنحكي قصص وهنعرف بعض بالموضوع. فالحكاية كلها ان احنا بس عايزين نظبط دنيتنا على جزئية يا جماعة ينفع يتعمل وما ينفعش يتعمل، وكده كده الموضوع مثلا بقى صعب والموضوع سهل، الموضوع تمام. هو الحوار كله في كده، يعني ان انت تقعد تتكلم مع نفسك وتتكلم مع اللي حواليك وتشوف الدنيا فيها ايه، وتشوف الدنيا ماشية ازاي. قصصنا جميلة، فيها منفعة. في ستات ممكن يقبلوا بالكلام، وستات لأ، معلش للاتنين. أنا محتاج منكم الدعم، ومحتاج منكم تقفوا معايا، ومحتاج منكم تقولوا لي على التفاصيل اللي بتحصل في حياتنا، المواضيع اللي بتقابلنا عشان نتكلم فيها. آه، في حاجات كتيرة أوي احنا محتاجينها، يعني محتاجين نعملها، فضروري نساعد بعض فيها يعني. كده بنحكي في حاجات كتيرة قوي ملهاش دعوة بالرسميات يعني. هيبقى الموضوع كله عبارة عن إن أنا أتكلم على حاجات تخص البيت الشعبي، تخص الناس، تخص أشغالنا، تخص أصحابنا، تخص عيالنا، تخص الشارع.
حاجات فعلا احنا محتاجين بجد ان احنا نتكلم عليها ونقول مثلا ينفع وما ينفعش. الحاجات دي كده هتبقى تمام يعني. فإن شاء الله ربنا يسهل وهتبقى الدنيا تمام. ولو في حد هيستفاد من الفيديوهات بتاعتنا، أتمنى من ربنا إنه يستفاد أكبر استفادة. محتاجين نتكلم أكتر عن الأم، نتكلم أكتر عن الأب. فلو سمحتولي ولقيتوا إن الدنيا تمام، قولوا لي نعمل فيديو أكتر من فيديو عن الأم وعن الأب، عن الحد اللي انتوا شايفين. يعني أنا واحد من الناس، أنا لو فضلت أتكلم عن أمي وعن الأم بالطبيعي احنا مش هنخلص كلام حقيقي. يعني هنتكلم، ممكن نتكلم عن قصص الأنبياء، مش القصة كاملة زي ما هو معترف. هنتكلم على حاجات تخص المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها. هنتكلم عن كل حاجة احنا ممكن تساعدنا ان احنا نحكي فيها ونتكلم. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يوفقنا الى ما يحبه ويرضاه. يعني الموضوع كله عبارة عن ان احنا بنشوف اللي حوالينا ايه والدنيا فيها ايه. محتاجين نحكي اكتر عن حياتنا، محتاجين حد يتكلم معانا، محتاجين نفضفض، محتاجين نروح ونيجي ونشوف حد يقول لنا مالكم. يعني انت نفسك حد يقول لك مالك. كل الكلام ده هيجي بالتفصيل في كل فيديو لوحده. هنتكلم عن الذكريات الجميلة، ذكريات زمان مع أمي وأبويا. وانت تفتكر بقى أيام ما كنتوا بتتجمعوا بعد صلاة الجمعة وتتكلموا في حاجات. يعني حقيقي الموضوع ده أنا بجد بجد متشوق ليه يعني. وإن شاء الله يجيب نتيجة والناس كتيرة أوي تسمع منه وتظبطه. يعني هنظبط دنيتنا، نشوف بس حتة دول نقعد فيها علشان خاطر بس الشمس تعبتنا. قعد شوية ارتاح وبعد كده أكمل. خليكم معايا نكمل كلامنا عن موضوعنا ولقينا حتة دي اللي نقف فيها شوية من الشمس. فزي ما بقول لكم كده يا جماعة، الموضوع كله يعني متوقف على حتة إن أنت تبقى حياتك كلها. يعني بتلاقي حد يتكلم معاك، بتلاقي حد يتناقش وحد يسألك يقولك مالك في ايه. احنا بقى هنعمل الكلام ده مع بعض، انا وانتو هنعمل الكلام ده مع بعض. هنتكلم ونشوف حد، نسأل على بعض، نتصل. يعني لو احنا عملنا جروب كبير نطمن على بعض ونسأل على بعض، نتصل على بعض، نتعرف على بعض. العملية كلها تبقى تمام. يعني الموضوع زي ما قلت لكم كده هيبقى تمام. نتكلم كده مع بعضينا زي ما بنحكي وبنقول. آه احنا عايزين نعرف بعض كويس، عايزين نتصاحب على بعض، نشوف حياتنا، نسأل اللي مش عارف حاجة يسأل عليها. يعني آه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم مثلا لو في حاجة، بس هو مش في الدين نفسه. يعني لو حد بيسأل على حاجة ممكن نساعد بعض.
في كل الأمور يعني، مش شرط اللي هو حاجة واحدة يعني. احنا هنتكلم عن الشغل، عن الدنيا. اللي يعرف اللي شغال حاجة ممكن يوصل حد يكون محتاج يشغله، يشتغل معاه، نظبط دنيتنا. آه إنما موضوع الخطوبة، أنا آسف، موضوع الخطوبة، موضوع الجواز، بيت العيلة، تظبيطات الدنيا كلها يعني. الموضوع كله متوقف على احنا هنتصرف ازاي الموقف نفسه. يعني من خلال معرفتنا ببعض هنعرف مع بعض اتصرفنا ازاي في الموقف ده قبل كده، فغيرنا هيتعلم يتصرف ازاي، او يتعلم ازاي هيحصل معاه، وايه الخطوة اللي جاية اصلا علشان خاطر يبتدي يظبطها. الحوار كله زي ما قلت لكم ان احنا بنتكلم على حياة شخصية، وحياة عملية، وحياة اجتماعية. آه مش هنتكلم اكتر من كده يعني، مش هنخش في حاجات ملناش فيها. هنخش في، هنتكلم بس في اللي احنا عارفينه، الدنيا تبقى تمام معانا. الله المستعان يعني الله المستعان. ظروفنا تبقى عاملة ازاي. احنا محتاجين نتكلم بس دلوقتي كده عن جزئية جميلة جدا كلنا بنحبها. هنتكلم عن مقتطفات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كنا قلنا إن احنا القناة بتاعتنا قناة اجتماعية. آه، إنما اللي هنتكلم فيه دلوقتي بس حاجة كده اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نخلي ده بعدين في فيديو لوحده أحسن. آه، هنخلي الجزء ده بعدين زي ما قلنا، علشان لازم يبقى في فيديو لوحده يعني. إنما احنا هنكمل كلامنا النهاردة على معلش بقى، أنا عارف التصوير يعني عشوائي، عشان الطريق بس واللي احنا فيه يعني، احنا في الشارع وكده. الأصوات ديت أصوات عربيات ماشية جنبي يعني. احنا بس كل ما في الأمر إن احنا محتاجين نبقى مع بعض، محتاجين نتكلم في الشغل. مشكلة الشباب ايه مع الشغل؟ مشكلتك ايه مع الشغل؟ يعني انت مشكلتك ايه مع الشغل؟ ان انت ليه مش عايز تشتغل؟ طب انت معاك شهادة ومش لاقي شغل، هتعمل ايه؟ هتفضل قاعد كده من غير شغل؟ هتفضل قاعد مثلا من غير هتفضل قاعد كده من غير شغل؟ هتفضل قاعد كده مثلا من غير
مصاريف، مستني الشهادة بتاعتك، مستني الدنيا تظبط معاك، مستني ايه؟ طيب هتفضل مستني ايه؟ لحد امتى هتفضل مستني؟ طيب انت شغال والظروف على قد، كل الناس ماشية على قد. حاول تظبط نفسك وتدور على حاجة تكون تفيدك، حاجة تظبط معاك. لو انت فيك صحة وتقدر تشتغل شغلانة تاني واتنين وتلاتة، اشتغل شغلانتين عادي. انا اعرف ناس بتشتغل في الامن الصبح، وبالليل في الامن في شركة تانية وتالتة وهكذا. في ناس بتشتغل برديتين، يعني 16 ساعة كلهم متواصلين. فده كله عشان يظبطوا دنيتهم. انت مستني ايه عشان تظبط دنيتك؟ الستار موجود والرزاق موجود، قول يا رب واتكل على الله، وربنا ان شاء الله هيظبط لك الدنيا والعملية تبقى تمام. بس كل اللي احنا عايزينه ان مفيش حد يبقى عنده مشكلة، مفيش حد عنده عدم اهتمام وعدم رضا. ضروري تخلص حياتك وتظبط دنيتك، وشوف هدفك، وشوف انت تقدر تعمل ايه واعمله. تع- لازم تعمل حاجة، لازم تعمل حاجة. مينفعش تفضل واقف كده، مينفعش. هنقفل الحلقة دي لحد النهاردة، وهنكمل إن شاء الله بكرة، واحنا جايين في الطريق زي ما احنا متعودين، علشان خاطر نظبط دنيتنا. واللي عنده حاجة يحاول يتواصل معايا، وأنا تحت أمركم في أي حاجة، أي حاجة إن شاء الله خير يعني. السلام عليكم يا جماعة، أخباركم يا رب تكونوا بخير. ده جزء من الفيديو اللي احنا اتكلمنا عليه، اتكلم عن جزئية النفسية. تخيل كده انك انت مش طايق نفسك، تخيل ان كل اللي حواليك مضايقينك، وكل اللي حواليك معرفش انت مخنوق من ايه، انت نفسك مش عارف، زهقان من ده ومن ده ومن ده، بالاسم بالشكل بالظروف بالصوت بالصورة، انت زهقان منهم. بس ده كله، رغم ده كله، انت نفسك مش عارف انت زعلان من ايه، متضايق من ايه. آه نعمل ايه؟ طيب هقول لك انا. اولا تجاهل كل اللي انت فيه، تجاهل. انا عارف ان انت مخنوق، عارف ان انت متضايق، عارف ان انت ظروفك صعبة، عارف ان انت على اخرك. تجاهل، تجاهل وامشي. يعني مثلا مش معقولة هتسيب شغلك عشان خاطر انت متضايق وهو متعصب، وعندك ظروف معنوية، عندك ظروف اجتماعية، في حد مضايقك في الشغل. مش معقولة هتسيب أكل عيشك، مش معقولة. ليه بقى؟ لأنك أنت لو سبت أكل عيشك هتلاقي الأصعب من إنك أنت تسيب أكل عيشك، هتلاقي الأصعب من إن أنت تسيب أكل عيشك. هتلاقي الدنيا محدش جنبك، محدش معاك، قليل أوي لو حد وقف معاك مرة مش هيقف معاك تاني. فتخليك اللي هو قضى أحسن من قضى، وربنا يسترها. إنما جزئية إن أنت تبقى مخنوق، ما تفكرش. اوعى تفكر وانت متضايق، اوعى تفكر وانت متعصب، اوعى تفكر وانت مخنوق. ما تفكرش خالص، ما تفكرش. اعمل، مشي اليوم اللي هو الطبيعي بتاعك، قوم روح شغلك، ارجع من شغلك كل امتك، خش نام. طيب الكلام ده هيفضل قد ايه؟ هيفضل لحد ما انت يعني يوم اتنين تلاتة، لحد ما انت تقرر تعمل حاجة. تقرر. طب القرر دي هتعملها ازاي؟ هقول لك انا. هتمشي، امشي يوم اجازتك، اجز يوم. مش هينفع تأجز، امشي يوم اجازتك، قوم كده الفجر، امشي ساعة كده، لحد من الساعة 5:30 6 كده، امشي لغاية مثلا الساعة 7 7:30 8. امشي، افطر،
روق نفسك بره، اشرب كوباية عصير، ظبط دنيتك. فكر بقى، انت ايه اللي مضايقك؟ طب الموضوع يستاهل ولا مش مستاهل؟ هو على فكرة معظم الحاجات اللي معصبانا ومضايقانا وخانقانا ما تستاهلش والله. والله هي مش مستاهلة الحاجات اللي معصبانا. ومعلش بقى، أنا في نحل جنبي، حاجات غريبة كده. الحاجات اللي معصبانا ومضايقانا والله هتبص تلاقي ملاش لازمة. انت مش عارف مخنوق ليه. يعني عيالك مضايقينك، مراتك مضايقاك، شغلك مضايقك. طيب كل دول مش هتعرف تفك منهم. يبقى انت تفك منين؟ تفك من نفسك. فك من نفسك انت. انت ابعد، خد وقتك وابعد. امشي وروح، روح اتكلم مع نفسك كده وشوفها متضايقة من ايه. شوف نفسك زعلانة ليه. شوف انت عايز تعمل ايه. طيب خد نفسك كده جولة حلوة. روح افطر واشرب حاجة ساقعة، اشرب عصير، شم شوية هوا، دلع نفسك. اطلع، اقول لك اطلع اتفسح. اطلع اتفسح على الكورنيش، اتمشى، اخرج. ما تاخدش حد معاك. خليك في نفسك، خليك لوحدك. بص لنفسك، شوف نفسك عايزة ايه واعمله لها. شوف نفسك ماشية ازاي واعمله لها. شوف اللي انت فيه وقول، قول يعني الحمد لله على اللي انا فيه. عشان على فكرة، انت مهما كان عندك مشكلة، انت في ناس اكتر منك في المشاكل وفي الزعل وفي الاعصاب وفي التعب. في اكتر منك بكتير. الموضوع مش اللي عندك. في مثل بيقول لك اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. ده حقيقي. اعمل كده، اعمل كده. شوف اللي اقل منك. شوف اللي اكتر منك في التعب والزعل. شوف اللي اكتر منك في الديون. شوف اللي اكتر منك في المشاكل. شوف اللي اكتر منك في مشاكله الزوجية والاجتماعية. شوف دنيتك عاملة ايه. انت ظروفك ايه؟ هتقدر تعمل حاجة ولا لا؟ هتقدر تعمل لنفسك؟ لازم تعمل. ليه بقى؟ هترضى؟ روح صلي ركعتين كده وارضى باللي حصل لك، لان اللي حصل لك ده امر واقع، يعني امر الله. فلازم تظبط حالك ولازم تمشي على قد ما ربنا كاتبه لك. اذا كان في الفلوس، اذا كان حتى في المشاكل، اي حاجة في شغلك، امشي باللي ربنا كاتبه لك. ارضى وقول الحمد لله. طيب الشغل خلاص جاب اخره، مفيش. شوف شغل تاني قبل ما تسيب ده. تشوف شغل تاني. شوف دنيتك عاملة ازاي. شوف، اتعرف على ناس، اقعد مع ناس، اتصاحب على ناس. بس خلي نصيحة، خلي الناس دي تبقى بعيدة عن بيتك. خلي الناس دي اللي انت بتتصاحب عليها جداد دول، خليهم بعيد عن بيتك، عن أسرتك. ما تحكيش حاجة عن بيتك لأي حد من بره. ما تحكيش أي حاجة عن اللي يخص مراتك وعيالك وأسرتك لأي حد، حتى لو صاحبك أيا كان هو مين. ما تحاول تفصل بيتك عن شغلك. يعني انت اصلا انسى ان انت شغال لما تخش البيت. انسى ان انت شغال. ولما تروح الشغل انسى ان انت متجوز اصلا، ان انت عندك وش وعندك. بص، في حاجات مش معاك طبيعي غصب عنك، مش برضاك. انا بتكلم الناس اللي هي العاقلة، الناس اللي هي مش هتأذي نفسها وتأذي بيتها وعيالها. انا بتكلم عن الناس اللي بتستحمل الظروف وبتستحمل اللي بيحصل. انا بتكلم الناس اللي هي يعني متمسكة بعيالها ومراتها وشغلها. الناس اللي ما بيرموش اي حاجة في الارض. انا بكلم الناس دي، ما بكلمش الناس اللي هي اول كلمة يحلف بطلاق، اول كلمة يسيب شغله ويمشي، اول كلمة. لا، انا بكلم الناس اللي هي تقدر تستحمل الظروف. لا، انا بكلم الناس ديت، ما بكلمش حد وخلاص. فرجاء يا جماعة، كل واحد عنده مشكلة يحلها، يحلها بنفسه. لأن مفيش حد بيساعد حد إلا بقى لو وجود أمك موجودة. احكي مع أمك، بس ما تحكيش مع أمك عن مراتك. ما تحكيش مراتك عن إخواتك وعن أمك. ما تتكلمش في حاجات أنت نفسك ما ينفعش حد يمسكها عليك. يا جماعة، ظبطوا أموركم، ظبطوا دنيتكم. انتوا ناس تمام.
وناس كويسة، عايزين نشوف مستوى أفضل لشخصيتنا، عايزين نشوف حياة نضيفة، حياة جميلة. احنا ما عندناش أي مشاكل في إن احنا نعمل نعمل كل اللي في طاقتنا، بس نعمله، يعني فاهمني؟ بس نعمل كل اللي في طاقتنا نعمله. انت كده كده يومك عدى ويومك ماشي ويومك شغال، الدنيا تمام، مفيش اي حاجة. آه لازم لازم تشوف دنيتك عاملة ازاي، لازم تشوف دنيتك عاملة ازاي، لازم تشوف حياتك ماشية ازاي. انت اصلا ادرى واحد بنفسك، وانت ادرى واحد بحياتك، وانت ادرى واحد بظروفك المادية والمعنوية والاجتماعية. انت اكتر واحد عارف ايه اللي يريحك وايه اللي هيبسط لك دنيتك. انت اكتر واحد عارف ايه الحل، بس مش قادر تفكر فيه لانه بيبقى صعب. انت لازم تاخده، لازم تستعمل الحل ده، لازم تمشي بظروفك العادية، لازم تمشي على قدك، لازم تقول الحمد لله كل حاجة معاك تمام، كل حاجة ما فيهاش زعل لنفسك، اعملها وريح نفسك، شوف نفسك عامل ازاي وريح دنيتك. شوف انت محتاج ايه واعمله. محتاج فلوس، شوف ايه ده، حاول تشتغل شغلانة تانية. طيب مش قادر، طيب حاول توفر، حاول تظبط دنيتك، حاول تمشي دنيتك باللي موجود. حاول ما تجيش على نفسك اكتر من طاقتها، بس برضه ما تجيش على بيتك وعيالك، وما تجيش على شغلك. ال- الظروف اساسا بتحكم على الناس كلها ان هي تستحمل وان هي تعيش وان هي تعمل. في زوجات كتير قوي بيستحملوا وبيعيشوا، رغم ان الرجاله بتبقى صعبة في التعامل وصعبة في الاسلوب. فرجاء خاص يعني الناس تحاول تستحمل اكتر شوية، تحاول تظبط دنيتها اكتر شوية علشان خاطر يقدروا يعيشوا. مش من اول مرة كده او اول حاجة كده انت تتعب وتجيب اخرك وتقول انا آه خلاص انا زهقت، ويسيب شغله واللي يطلق واللي يعمل. الموضوع يا جماعة مش هين، الموضوع مش هين، الموضوع كبير، الموضوع كبير جدا. وعايزين نعمل حاجة لينا لنفسنا. اعمل نفسك شخصية واعمل نفسك حوار. ابعد عن كل اللي بيضايقوك، ابعد عن كل اللي بيزعلك، ابعد عن كل حاجة ممكن تعمل لك مشاكل في حياتك، ابعد عن كل حاجة انت شايف ان هي فعلا هتجيب لك مشاكل وهتجيب لك تعب. الزوجة اللي في بيت عيلة لازم تشوفي حل. اقعدي مع جوزك بس قولي له الحقيقة، ما تكدبيش عليه. قولي قولي بيحصل كذا وبيحصل كذا وبيحصل كذا. قولي انا مش قادر اتكلم، مش عايز اتكلم، مش عارفة. قولي له بس وريه بعينه. لو انت مظلومة وريه بعينه، لو انت ظالمة بلاش تظلمي، لان الظلم ظلمات. لازم يا جماعة كل واحد فينا يقدر يحقق اللي بيتمناه بطريقة شرعية، طريقة حلال، طريقة كويسة. عايزة تسيبي بيت العيلة ما تكدبيش، ما تعمليش، ما تقوليش حاجات ما حصلتش. وري جوزك بعينه ايه اللي يتعمل، ايه اللي بيحصل، عرفيه. بس خليه يا ريت هو يتأكد ويشوف بعينه أحسن. الظروف ديت هي اللي هتحكم معاكي أو هتحكم عليكي إن انت تعملي حاجة اللي انت عايزاها تريحك. الصدق يا جماعة، الصدق. كل البنات، كل الستات اللي متجوزة، الصدق. البنت اللي هتتخطب جديد، شوفي خطيبك وشوفي دنيته، شوفي هيعمل ايه، شوفي راقبيه. هل هو كذاب، كذب عليك قبل كده،
هو عمل حاجة ما عملش قبل كده. شوفي، ما تاخديش تقولي ان هو موقف، لا، موقف في التاني في التالت ما تعديش. وانت كل واحد برضو خاطب يشوف خطيبته بتكذب ما بتكذبش، ظروفهم ايه مع بعض، هو كويس هي كويسة. يا جماعة المفروض ان كل واحد يلم دنيته ويشوف الدنيا عاملة ازاي، لان فعلا بتحصل حاجات احنا يعني اكبر مننا، حاجات فعلا صعبة. اتمنى يعني ان كل واحد يقدر يظبط حاله. معلش انا مش قادر اتكلم عشان ماشي في الشمس وكل شويه اقف في الضله زي ما انتم شايفين اكمل كلامي. الحكايه كلها مش مستاهله مش مستحمله، فاحنا لازم نظبط دنيتنا ولازم نشوف الحل ايه. والله المستعان على المتصفون.